واحده من اكبر الاخطاء اللي انت ممكن تقع فيها وانت ماشي في الكارير بتاعك هو ان انت تبقى بتمشي ورا الفلوس بس، لان ده هيعمل لك مشكله في السي في مش تاخد بالك منها غير قدام شويه، الا وهي ان انت هتلاقي نفسك بتتنطط كتير ما بين الشركات. وده اي حد بيشتغل في التالنت اكوزيشن او ريكروتمنت هيبقى بيقلق منه بشكل كبير جدا، لان انت وانت قاعد في الانترفيو اول سؤال هتتساله انت ليه بتتنطط كتير. ولو كانت الاجابه بتاعتك عشان باخد فلوس اكتر، انت اكيد مش هتتعين في الشركه دي. طب هل معنى كده ان انا غلط ان انا اكون بدور على الفلوس وانا بشتغل؟ احنا اصلا كلنا بنشتغل عشان الفلوس. كلامك صح 100%، ولكن هنا في كذا نقطه لازم نكون بنفصصهم. النقطه الاولانيه، لو انت لسه بادئ الكارير بتاعك، انت اخر حاجه لازم تبص عليها هي الفلوس، لان في حاجات كتير جدا هتبقى ناقصاك. اولها ان انت تتعلم يعني ايه شغال في كوربس، تبدا تتعلم تكنيكال الشغلانه اللي انت رايح تشتغلها، وتبدا تتعلم من المدير اللي انت رايح تشتغل معاه. ده غير ان انت اصلا في بدايه حياتك التزاماتك الماليه مش هتبقى كبيره، فموضوع الفلوس في الوقت دوت مش هيبقى فارق معاك قوي، على قد ما فارق معاك ان انت تبدا تثبت نفسك في الشغلانه ديت وفي الشركه ديت اللي هتخليك بعد كده تقدر تاخد الفلوس اللي انت عايزها. حاجه تانية هتفرق معاك لو انت مركز على الفلوس بس، هي الاستابيليتي بتاعتك جوه الشركه، لان انت لو تركيزك الاساسي هيبقى على الفلوس هيحصل معاك مشكلتين. المشكله الاولانيه لما يجي يحصل الزياده السنويه ويطلع الرقم مش حاجه مناسبه ليك، او لو انت قاعد بتقلب على لينكد ان او اصحابك بيحكوا لك عن ان في شغلانه في حته تانية بفلوس اكتر، ديفنتلي انت هتسيب الشغلانه انت فيها وتروح عليها. وده هيعمل لك مشكله كبيره جدا في السي في مش تاخد بالك منها غير قدام شويه، لما تيجي تعمل انترفيوهات وتلاقي نفسك بتتسال انت ليه بتتنطط كتير ما بين الشركات. على فكره التنطيط الكتير في بدايه كاريرك دي ما فيهاش مشكله، انما قدام شويه المشكله هتبدا تظهر لك لو انت كنت عديت 5 أو 6 أو 7 سنين من الشغل بتاعك. علشان كده مهم في الاول خالص وانت بتبدا الكارير بتاعك تبقى محدد الانكم اللي انت محتاجه يبقى عامل ازاي، لان في اوقات كتير بنشتغل شغلانات معينه الانكم اللي انت طالبه الشغلانه دي اصلا مش بتعرف تديه. فمهم وانت بتختار الشغلانه بتاعتك تبقى عارف المستقبل بتاعها رايح فين، تبقى عارف من ناس شغاله نفس الشغلانه ديت بس في سينيوريتي اعلى منك الناس دي بتاخد كام، وتشوف هل الرقم ده لما توصل في سنهم وتوصل للاكسبيرينس بتاعتهم هيبقى مناسب ليك لحياتك ولا لا. لان لو لا، اختصر على نفسك واشتغل الشغلانه دي من الاول. والمشكله ديت بتواجهني لما ببقى قاعد مع ناس شغال معاهم في الكوتشنج ويبدا يقول لي ان انا عندي مشكله في المرتب بتاع الشغلانه دي، ونلاقي ان الرقم دوت هو النورم اصلا بتاع الماركت، ونبدا نكتشف ان انت حتى لو اتطورت وحتى لو رحت خدت ام بي اي ولا ايا كان نوع السيرتيفيكت اللي انت هتاخدها، كده كده مرتبك مش هيزيد عن الرقم ده كتير. وهنا بيبقى فخ ممكن تقع فيه لما تمشي شويه في شغلانه وتكتشف بعد كده ان هي ملهاش مستقبل او ملهاش فاينانشال كارير.